المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. إقليم الكاشبركة يحتفل بعيد الاستقلال. الإريتريون في إثيوبيا وجنوب السودان والسعودية والنمسا وألمانيا يحتفلون بأعياد الاستقلال. بيجين تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على بيان قادة السبعة بشأن الصين. فوندرلاين وشارل ميشيل يجريان محادثات في كوريا الجنوبية. 12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رؤساء الهند واليونان وروسيا وملك بريطانيا ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بالذكرى 32 للاستقلال. وأعربها رؤساء الهند دروبادي مورمو واليونان كاترينا سيلكلا روبولو وروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وملك بريطانيا تشارلز الثالث عن تمنياتهم للرئيس أفورقي بموفور الصحة وللشعب الإريتري بالرخاء والازدهار. وأكد رئيس الهند وروسيا على العمل لتطوير وتمتين أكثر لعلاقات بلديهما مع إريتريا من أجل المصلحة المشتركة. احتفل إقليم الكاشبركة يوم 21 من مايو في مدينة بارنتو بالذكرى 32 للاستقلال تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. ونظم سكان بارنتو كل إدارة ضاحية مسيرة الاستقلال، وقدم أعضاء مركز تدريب أكبر منا عرضا عسكريا وعروض استعراضية للطلاب ومناشط فنية للفنانين. وذكر حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في الحفل الذي شارك فيه قائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد صهيب مكنن وكبار المسؤولين وقادة الجيش المضمون الكبير والمسؤولية الكبيرة التي يحملها 24 من مايو. وقال إن يوم الاستقلال والتفاني الذي تحقق بتضحيات جسام هو يوم تجديد العهد وإعلان الاستعداد للبناء والتنمية. وأوضح أن الاحتفال بعيد الاستقلال يجري هذه السنة في مرحلة تاريخية خاصة، مما يجعله استثنائي ويجب علينا تقوية الصفوف وتوارثه لكونه أساس قوتنا. وأشاد منسق لجنة الاحتفالات في إقليم الكاشبركة السيد إدريس صالح بالتفاني والحفاوة التي أظهرها الشعب في استقبال كأس هدية الاستقلال وتنظيم مسيرات الاستقلال والحفلات الشعبية وغيرها. وشكر مساهمة أبطال قوات الدفاع والفنانين في الإقليم. شهد الاحتفال مناشط ثقافية وفنية بمختلف اللغات الإريترية عكست التصدي والصمود والانتصار والتنمية والتطور لإريتريا وشعبها. هذا وتتواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في مديريات الإقليم 16 و216 ضاحية منذ منتصف شهر مايو. احتفل الإريتريون في إثيوبيا وجنوب السودان والسعودية والنمسا وألمانيا بالذكرى 32 للاستقلال. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الإريتريين في أديس أبابا الإثيوبية احتفلوا يوم 21 من مايو في قاعة الألفية. خاطب الحفل القائم بأعمال السفارة الإريترية ومندوب إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهي، أشاد فيها بمجهودات الإريترية أينما كان بالوقوف صفا واحدا لضمان السيادة وعزة الوطن والعمل معا للتنمية وإعمار البلاد وتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح ممثل الحكومة الإثيوبية المدير العام لدائرة إفريقيا في وزارة الخارجية الإثيوبية السفير فسح شاول استعداد شعب وحكومة إثيوبيا للسلام الكامل وتحقيق التنمية المشتركة والتكامل، مؤكدا الاستعداد للعمل المشترك لمستقبل مشرق. وأشاد نائب هيئة إدارة المفوضية الاقتصادية الإفريقية السيد أليكس ريتيبي ممثلا لرئيس المفوضية بالمساهمة النشطة والفاعلة لبعثة إريتريا، وقدم الشكر للدور الإريتري الهام لإحلال السلام المستدام في القرن الإفريقي. أحيت الحفل فرقة سبريت الفنية التي ذهبت من أسمرة. احتفل الإريتريون في جوبا وضواحيها في جنوب السودان بعيد الاستقلال. وقال سفير إريتريا السيد يوهانس سخلا في المناسبة إن الشعب الإريتري تجاوز الكثير من العدائيات خلال ال80 سنة الماضية وانتقل إلى مرحلة مبشرة.
وأكد بأن الصفوف المتماسكة التي حققت البطولات سابقا ستحقق الإنجازات الآن أيضا. واحتفل الإيرتريون في جدة بالمملكة العربية السعودية بعيد الاستقلال يوم 18 من مايو. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد محمد علي محمد سعيد في المناسبة أهمية السلم والأمن الداخلي لتحقيق المبتغى. شهد الحفل فعاليات فنية قدمها طلاب المدرسة العالمية الإيرترية. كما احتفل الإيرتريون في النمسا وفرانكفورت الألمانية بعيد الاستقلال بمشاركة الأجانب من أصدقاء إيرتريا. اختتم في 21 من مايو المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي الذي نظم من 17 من مايو في كلية الهندسة والتقنية بماي نفحي. اشتمل المهرجان على برامج تستكشف قدرات وكفاءة الطلاب ومناشط رياضية وعروض للابتكار والاختراع والفن التشكيلي وبازار وبرامج فنية ثقافية ومسابقات تعليمية وسيمينارات توعوية. وأشاد رئيس لجنة تنسيق المهرجان السيد يوناس رأيا بتقديم محتوى بناء بموارد محدودة ووقت قصير. وفازت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية بعد قيح في مجالات الثقافة والمسابقات التعليمية والرياضية، وكلية الهندسة والتقنية بماي نفحي في المعرض التشكيلي. وعموما كلية التجارة والعلوم الاجتماعية بطلا للمهرجان العاشر. وتسلمت الكليات الفائزة والأفراد الجوائز من يد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين ومسؤولي الكليات. شاركت إريتريا في اجتماع جمعية الأبحاث الزراعية لشرق ووسط إفريقيا الذي انعقد من 17 وحتى 19 من مايو تحت شعار بناء نظام غذائي مستدام لتغذية أجيال إفريقيا. شهد عقد الاجتماع الوزاري الثاني والمؤتمر العمومي الرابع للجمعية ومنتدى علمي حول استمرارية انتقال الأبحاث الزراعية على الدول الأعضاء. مثل إريتريا في المؤتمر وفد برئاسة مستشار وزير الزراعة السيد أمانييل نجاسي. في غضون ذلك اختيرت إريتريا عبر مستشار وزير الزراعة السيد أمانييل نجاسي لرئاسة المجلس العمومي لجمعية الأبحاث الزراعية لشرق ووسط إفريقيا للسنتين القادمتين. تضم جمعية الأبحاث الزراعية لشرق ووسط إفريقيا 15 دولة عضو من بينها إريتريا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. استدعت بكين السفير الياباني لديها هيديو تارومي للاحتجاج على الهوس بشأن قضايا الصين في قمة مجموعة السبعة التي اختتمت أعمالها في مدينة هيروشيما اليابانية. وكان قادة المجموعة قد عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوتر في منطقة بحر الصين الجنوبي. وقال صن ويدونغ نائب وزير الخارجية الصيني أنه استدعى السفير الياباني للتعبير عن احتجاج بلاده على التصريحات الصادرة عن المشاركين في قمة السبعة في اليابان التي تتضمن تشويها وتدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية للصين. وأضاف المسؤول الصيني أن اليابان تعاونت مع باقي الدول الأعضاء في مجموعة السبعة لمهاجمة الصين، معتبرا أن تصرفات طوكيو تضر بالسيادة وأمن ومصالح الصين، داعيا سلطات اليابان إلى تصحيح فهمها للصين وتعزيز التطور الثابت للعلاقات بين البلدين. في المقابل فند السفير الياباني في بكين تصريحات نائب وزير خارجية الصين قائلا من الطبيعي أن تتطرق دول مجموعة السبع إلى القضايا المشتركة بينها. يزور شارل ميشيل رئيس المفوضية الأوروبية وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية سيول لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول. ويجري المسؤولان الأوروبيان اللذان حضرا قمة مجموعة السبعة في هيروشيما زيارتهما الأولى للدولة الواقعة في شرق آسيا لمناقشة مواضيع من بينها اتفاقات تجارية والحرب في أوكرانيا وبرامج الأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن من المتوقع أن يعبر الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية عن دعمهما القوي المشترك للتمسك بالنظام الدولي القائم على قواعد.
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات عندما اقتحم مشجعو كرة القدم إحدى بوابات الدخول في مباراة في الدوري السلفادوري. وقالت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور في تقرير أول إنه تأكد مقتل 12 مشجعا في المباراة بين ناديي أليانزا وفاس في ملعب مونومنتال في مدينة كوسكاتلان شمال شرقي العاصمة سان سلفادور. وقالت الشرطة إن 2 على الأقل من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة حرجة. وقال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان إنه يأسف لما حدث، وأعرب عن دعمه لأسر الضحايا. قذف بركان جبل إتنا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم الدخان والرماد، ما أجبر السلطات على إغلاق مطار قريب في صقلية. ويسمع هدير البركان في المنطقة وفق ما أفادت صحيفة ريبوبليكا اليومية، لكن تشكل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية. ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد تفجر مرارا في السنوات 500 ألف الأخيرة. وعبر العام الماضي عبر نحو 10 ملايين مسافر مطار كاتانيا الدولي الواقع في شرق صقلية، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات الإيطالية جذبا للسياح. ختام هذه النشرة هذا تذكير بالعناوين. الإريتريون في إثيوبيا وجنوب السودان والسعودية والنمسا وألمانيا يحتفلون بأعياد الاستقلال. بكين تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على بيان قادة السبعة بشأن الصين. فوندرلاين وشارل ميشيل يجريان محادثات في كوريا الجنوبية. 12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الرياضية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم